يا صباح الخير والفل والياسمين، والنهاردة معانا في حلقات المتعاملين معنا. حد أنا اتعاملت معاه بس كان في مشروع واحد. بند الجبسون بورد، صنايعي جبسون بورد. كنا عملنا معاه شغل في كنيسة هنا في الغردقة. اسمها كنيسة العذراء مريم والأم دولاجي في الأحياء. في طريق الجوهرة كده ورا بيستوي. الحقيقة ان الكنيسة دي كانت يعني محتاجين يعملوا فيها تشكيل في الجبسون بورد اللي هيغطي التكييفات المركزية، بحيث ان هو التكييف برضو يبقى فيه الجريلات، يتعمل حساب اماكن الخروج الجريلات. وكان فيها كاميرات كتير ساقطة، وفيها أجزاء اللي هي بيمشي فيها مسار الصاج بتاع التكييف عامل سقوط شديد عشان للسقف يعني. فالناس طبعا وهي واقفة بتصلي لازم يبقى فيه الارتفاع فوقيهم معقول شوية. فابتدينا اشتغلنا على فكرة ان احنا نيجي عند الصاج وننزل وبعدين نطلع تاني ونعمل باكيات فيها تشكيل بسيط. وعند الباب كان في برضو الأجهزة ساقطة بزيادة، أخدناها كده على قدها بالظبط، السقف. وبعد كده أخدنا دايرة بعدها. الشغل معاه كان سريع وجميل وممتع وكان فيه التزام. اللي رشحه في الشغل ده أبونا قدس أبونا اللي مسؤول عن الكنيسة، أبونا جرجس. من المفارقات الجميلة جدا ان كان في حمامة شكلها جميل قوي، لونها ابيض، بتتنطط مع الصنايعية والعمال على السقالات. متصورة مع الشغل هتلاقوها. اللي يعرف اسم الحمامة دي او الطير ده يبعت لنا يعني نوعه ايه، علشان هو كان لا بيخاف من شنيور ولا بيخاف من دقدقة شاكوش ولا دقدقة ولا هزة السقالة، وقاعد معانا في الشغل، وحاجة جميلة جدا. حاجات لطيفة يعني بتخلي الواحد يفصل عن التركيز في المسؤولية والشغل. آم، من ضمن الحاجات اللذيذة برضو في المشروع دوت ان انا يعني خلاص عملت الجبسون بورد ومشيت، وبقية الناس بقى كملت الكنيسة طلعت حلوة جدا جدا، والوان بقى ورسومات وحاجات جميلة خلتها راحت في حتة تانية. الصفحة هنا عرفتني على كمان الناس اللي عملت الشبابيك الألوميتال اللي إذا كان في الدور اللي فوق اللي هو الميزانين، أو إذا كانت بتاعة الكنيسة نفسها. هحط لكم الصور برضو بتاعتهم في نفس الفيديو ده، فالفيديو ده هيبقى متميز في بند الجبسون بورد ومعاهم الالوميتال. الجبسون بورد انا اتعاملت معاه في الكنيسة واشتغلنا سوا، والرسم كان بتاعنا. الالوميتال بعد ما انا مشيت خلاص هما كملوا وعملوا الالوميتال وجاني صوره عن طريق المتابعين اللي على الصفحة. يعني الصفحة بجد يعني التفاعل بتاعكم حلو جدا وجميل جدا إيجابي. بيخليني حتى أتعرف على ناس أنا كان المفروض أعرفها وما حصلش نصيب. فاستمروا، يعني اتواصلوا معانا، ودي حاجة بتفرحني جدا وتشجعني جدا ان انا اعرض لكم شغل اكتر ونتبادل الخبرة والافكار. يومكم سعيد، نهاركم زي الفل، وميرسي جدا على المتابعة الفعالة.